الحبايب مساء الخير. بعيدا عن اي تحيز وبعيدا عن الضغط اللي ممكن يكون من الناس على السوشيال ميديا، انا هقول رايي بكل صراحه في مسلسل ايش ايش. انا والله العظيم عن قناعه تامه انا عاجبني المسلسل من اول حلقه شفتها لحد الحلقه 26، والمفروض ال 27 هتعرض بكره. المسلسل حلو جدا، انا بشوف على شاهد، انا معرفش بقى تلفزيون ترتيب الحلقات ايه. القصه حلوه، احداث المسلسل في كل حلقه حلوه، اداء الممثلين هايل، في شخصيات علقت معايا بدايه من ايش ايش ورجب الجريتلي واخلاص كابوريا ومختار اللي هو الشاب التوكسيك محمد الشرنوبي وكل الناس. انا ما اعرفش ليه ممكن الناس تهاجم المسلسل ده، طبعا هم احرار، لكن لو هنيجي للواقع وعن قناعه وبعيدا عن الواقع بتاعي وعن قناعاتي، لو هتكلم بالارقام، المسلسل الاعلى مشاهده لحد دلوقتي على شاهد. المسلسل متشاف بشكل كويس جدا. طب اقول لكم على حاجه، والله العظيم انا كنت رايح افطر عند ناس من اللي هم يعني مش هقول لكم طبقه شعبيه، لا، ناس من اللي هم يعني كريمه المجتمع والله. كنا قاعدين تقريبا حوالي مثلا 20 بني ادم، واحنا بنفطر بعد رامز على طول، فهم قالوا هات ايش ايش على الشاهد يعني. فانا حتى قلت لهم اتفرجوا على ايه، طبعا بنتفرج عليه. فيعني ليه احنا ننتقص من مجهود الناس؟ وما عنديش مشكله خالص انك انت تنتقد، وما عنديش مشكله خالص انك انت تعلق، ما عنديش مشكله، ولكن شوف الاول بس كده. انا ما عنديش اي مشكله انك انت تشوف وتقول لا وحش. يعني هل مثلا الناس بتنتقد المسلسل لمجرد بس ان مي عمر بيخرج لها المسلسل زوجها محمد سامي، رغم ان مي عمر اشتغلت مع كبار النجوم؟ يعني اشتغلت مع الاستاذ عادل امام في عفاريت عادل علام، واشتغلت مع احمد فهمي واكرم حسني في ريح المدام، واشتغلت مع ياسر جلال، طبعا مع حفظ الالقاب لكل الناس يعني الاساتذه كبار، في الفتوه، وفي علاقه مشروعه، والست كانت ناجحه ومحققه. المسلسل حلو بعيدا بقى عن اي حاجه، والله العظيم المسلسل حلو، والمسلسل متشاف جدا بالمناسبه، يعني رقم 1 على شاهد، رقم 1 مشاهده على شاهد. شكرا.